السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول مع يحيى. امبارح كان في مباراة مهمة في كأس الرابطة المصرية ما بين نادي سيراميكا كليوباترا ونادي سموحة، وانتهت كالعادة بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، ولعبنا ضربات جزاء ترجيحية، وانتهت بفوز نادي سيراميكا كليوباترا على نادي سموحة بنتيجة 5-3. طبعا نادي سيراميكا كليوباترا بقيادة المدير الفني معين الشعباني، ونادي سموحة بقيادة الكابتن أحمد سامي. طبعا كانت مباراة مهمة جدا، لأن طبعا حضراتكم عارفين إن كابتن أحمد سامي كان بيدرب نادي سيراميكا كليوباترا، ودلوقتي بيدرب نادي سموحة. وكابتن معين الشعباني كان بيدرب طبعا حضراتكم عارفين النادي المصري، وأكيل وراح نادي سيراميكا كليوباترا ومسك النادي المصري بعد كده الكابتن حسام حسن. طيب، المباراة ابتدت سخنة كده من الفرقتين، ولكن نادي سيراميكا كليوباترا يتحصل على ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة، يدخل محمد إبراهيم ويحطها بشكل جميل قوي على شمال الحارس الهاني سليمان. ثم هدف التعادل يأتي في الدقيقة 14 من ضربة ركنية ينفذها شريف رضا، يلعبها عرضية، يدخل بركات حجاج ويحرز هدف التعادل برأسه لنادي سموحة، ويفضل المباراة سجال بين الفرقتين حتى النهاية. ثم نلجأ إلى ركلات الجزاء الترجيحية، ويفوز نادي سيراميكا 5-3 على نادي نادي سموحة، ويتأهل إلى دور الثمانية. دلوقتي طبعا دور الثمانية هيبقى متواجد في نادي سيراميكا كليوباترا، هيلاعب الكسبان من نادي الزمالك ونادي البنك الأهلي. طيب، عندنا اخبار النادي الاهلي. عندنا النادي الاهلي بعد اجتماع مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب قرر الانسحاب من بطوله كاس الرابطه المصريه، وقال في البيان بتاعه ان لاعبيه مشاركين في المنتخب الاول للمنتخب الوطني الاول، وفي لاعبين مشاركين في المنتخب الاولمبي، وفي لاعبين محترفين عنده مشتركين مع منتخباتهم او منتخبات بلادهم. النادي الاهلي بيشكر وزير الداخليه بعد موافقته على حضور 50,000 متفرج لمباراه الاهلي والهلال السوداني اللي هتقام ان شاء الله يوم 1 ابريل في تمام الساعه 9 بتوقيت القاهره. عندنا هيئة استاد القاهرة أعلنت إن الملعب جاهز لاستضافة النادي الأهلي، وإن أعمال الصيانة تمت بالفعل. وقال الأستاذ وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة ان موضوع الجماهير ده الاعداد يعني دي خاصه بالامن، ولكن استاد القاهره جاهز لاستقبال 72 الف متفرج، ولكن الامن احنا عارفين وقلنا انه وافق على 50 الف متفرج. عندنا حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني هيبقى حكم الساحة كابتن عبد العزيز بوة، وهو موريتاني، وهيساعده حمدين ديبا وإبراهيم سالم وبيران ديو موسى حكم رابع. عندنا من الأخبار برضو الغريبة جدا نادي الهلال السوداني بيشكو النادي الأهلي في الاتحاد الأفريقي بسبب جماهيره. قال إن جماهيره بتحث على التعصب قبل المباراة، وبتعمل شحن على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن بيطلب من الاتحاد الأفريقي حماية
بعثة نادي الهلال السوداني في القاهرة من لحظة الوصول إلى المغادرة. وقال إن هم تواصلوا مع السفير السوداني لعمل اللازم من لحظة وصولهم إلى لحظة مغادرتهم القاهرة. الكابتن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قال ان مفيش عقوبات على النادي الاهلي، وما تردد ان في غرامات على النادي الاهلي ده غير صحيح، وقال ان البطولة دي بطولة يعني تعتبر بطولة تنشيطية للأندية في وقت التوقف الدولي ومشاركة اللاعبين في المنتخبات. دلوقتي بعد انسحاب النادي الاهلي من بطولة الرابطة، اصبح كده النادي المصري تأهل رسميا الى دور الثمانية لملاقاة نادي الاسماعيلي. وعندنا نادي سيراميكا كليوباترا هيقابل الكسبان من نادي الزمالك ونادي البنك الاهلي. وعندنا حرس الحدود بعد فوزه على نادي المقاولين العرب هيقابل الكسبان من نادي فيوتشر ونادي طلائع الجيش. ونادي الاتحاد السكندري بعد فوزه على نادي فاركو هيقابل الكسبان من نادي بيراميدز ونادي ام بي في دور الثمانية. اخبار ننتقل الى اخبار نادي الزمالك. اخبار نادي الزمالك عندنا ميدو قال ان مسؤول نادي الزمالك تواصلوا معاه في 48 ساعه الماضيه عشان يمسك منصب معين يعني في نادي الزمالك، وقال ان هم عرضوا عليه كذا منصب ولكنه رفض، وقال انا مش راجل هذه المرحله. وقال ان لازم يبقى فيه مدير رياضي اجنبي، مدير رياضي اجنبي في نادي الزمالك، ودوت حي بيعمل خطه مستقبليه لمده 4 سنين قادمه. وقال انه هو طرح او ادى لنادي الزمالك كذا سيره ذاتيه لمديرين رياضيين اجانب على اعلى مستوى، وان اداره نادي الزمالك هتدرس هذا الموضوع. من الناحيه الثانيه اعلن امير مرتضى منصور مشرف عام على الكوره في نادي الزمالك ان لجنه فض النزاعات في الفيفا قررت قبول شكوى نادي الزمالك بخصوص او شكوى نادي الزمالك ضد نادي التعاون بخصوص المبلغ المستحق من انتقال مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز الحالي، وهي 200 ألف دولار. دي المبلغ المستحق لنادي الزمالك زائد فايدة 5% من تاريخ 1 مارس 2022. وقال طبقا للوائح بتاعت الفيفا فهو لو ما دفعوش او سددوا الغرامه في خلال 45 يوم سيتم ايقاف القيد عن نادي التعاون، ومش هيقدر ان هو يأيد اي صفقه جديده للنادي. نادي الزمالك اتفق مع مستر فيريرا اخيرا على الرحيل، واتفق معاه انه يفسخ العقد بالتراضي، ولكن مستر فيريرا قال انا هتنازل على جزء من حقي، ولكن في جزء تاني نادي الزمالك هيدفعه من متاخراته السابقه. عندنا في عودة طرح مدرب أجنبي في نادي الزمالك بعد ما قالوا إن كابتن خالد جلال هو الأقرب، وهو فعلا هو الأقرب لقيادة نادي الزمالك الفترة القادمة. ولكن في أصوات داخل نادي الزمالك بتقول إن عايزين مدرب أجنبي، وإنه يقود نادي الزمالك الفترة القادمة. والنادي الزمالك يعلم ان هو بعيد عن المنافسه في الدوري، ولكن هو هينافس لحد اخر نفس في الدوري، وعنده كذا بطوله يقدر ان هو يحققها، وهي بطوله كأس الرابطه المصريه وبطوله او البطوله العربيه. عندنا تمرينة امبارح كان بيقودها كابتن احمد عبد المقصود، وغاب عن الفريق كل من محمد صبحي وزيزو واحمد فتوح لمشاركتهم مع المنتخب الوطني الاول.
وبالاضافه الى حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد حسام لانضمامهم للمنتخب الاولمبي. وعندنا سيف الجزيري اللي انضم مع منتخب تونس. في تصريحات للكابتن حسام حسن امبارح بعد انسحاب النادي الاهلي من بطوله كاس الرابطه، وقال ان النادي الاهلي انسحب من كاس الرابطه. طبعا بنتمنى له التوفيق في مباراه الهلال السوداني، وقال كنت اتمنى ان النادي الاهلي يشارك باللاعبين الشباب، وان بطوله الرابطه بطوله قويه وبطوله تنشيطيه وبطوله بتخلي اللاعبين يفضلوا موجودين في الفورمه لاستكمال بطوله الدوري الممتاز. وقال كنت اتمنى ان انا اقابل النادي الاهلي. وفي كلام طبعا عن ان هو زعلان ان الكابتن محمد صلاح هيحطم ارقام قياسيه مع المنتخب الوطني، وقال طبعا الكلام ده لا اساس له من الصحه. اي لعيب بيجي منتخب فهو بيمثل منتخب بلده وبيمثل شعب بحاله، واي حد يرسم البسمه على الشعب المصري فهو مرحب بيه. وان كابتن محمد صلاح وغيره من الاجيال اللي موجود، الجيل الموجود دلوقتي ما عندوش مشكله ان اي جيل يجي يحطم ارقام الجيل اللي قبله. وبالنسبه لنادي الزمالك تطرق ليه وقال ان افضل شيء هو رحيل مستر فيريرا، ولكن قال ان نادي الزمالك عنده فرصه للمنافسه على احدى المراكز الاربعه الاولى في الدوري الممتاز. وقال طبعا صعب جدا ان هو ياخد الدوري السنه دي، ولكن نادي الزمالك عنده لاعبين جيدين وعنده فرصه جيده للمنافسه على كأس الرابطه والبطوله العربيه. دي كانت اخر حاجه معانا النهارده، نلقاكم في حلقه جديده من جوه الجول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.